يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. شهر يناير هو شهر السحر والاحلام ان شاء الله في نادي الزمالك. ان شاء الله الشهر ده هيكون فيه اخبار كتير حلوه واخبار كتير سعيده على كل جماهير النادي الزمالك. وقبل ما ابدا في حاجه، كل سنه وكل زملكاوي بخير، ويا رب دايما دايما كل سنه نحتفل بنادي الزمالك، ويا رب دايما دايما نادي الزمالك في المقدمه واحنا في ظهره، واحنا دايما جمهوره الوفي اللي في وراه في كل مكان بيلعب فيه. طيب، شهر يناير باذن الله هيكون فيه اخبار كتير حلوه. طيب، نادي الزمالك على بعد ايام من فك القيد، خلاص تقريبا كل المشاكل اتحلت، او كل المشاكل انتهت تقريبا. يعني نادي الزمالك خلص كل الحاجات اللي كانت واقفه القيد، يعني لشبونه، يعني اتشمبونج، يعني مثلا مساعدين في كل الحاجات اللي كانت واقفه القيد فيها طبعا اللي اتدفعت كلها، لان هي كانت مبالغ مش كبيره، وفيها اللي اتعمل على اجزاء او اقساط. المهم ان هي اتحلت. يبقى بقى مثلا حاجه مثلا زي بتاعت ساسي، حاجه زي بتاعت خالد بوطيب، ان شاء الله برضو يشتغلوا عليها، والاداره بامانه شغاله على الموضوع بشكل قوي جدا، وشغاله بشكل محترم جدا جدا جدا، وحتى الان هي قادره انها تحل الازمه، وفعلا فعلا شغاله. وان شاء الله زي ما بقول لكم خلال ايام هيكون في خبر طالع من نادي الزمالك رسمي بقى فك قيد نادي الزمالك. وهنا نروح للصفقات. لكن قبل ما اتكلم عن صفقات نادي الزمالك والراحلين والعقود اللي هتتجدد والكلام ده كله، في رسالة صغيرة حابب اوصلها لكل زملكاوي بيسمعني دلوقتي. شوف، هيكون في اعلاميين، سوشيال ميديا، اي حد هيتكلم عن الزمالك وهيبدأ ان احنا يخبطونا في بعض. ليه؟ لان الزمالك داخل على مرحلة من الاستقرار، والزمالك على مر التاريخ لما بيستقر بياخد بطولات. ما حصلتش دي من غير دي، استقر ياخد بطولات. نادي الزمالك كده، فدايما دايما تضربه فين؟ في استقرار ويقع. خلصت، سهلة وبسيطة، وهم شاطرين جدا 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 في الموضوع ده، ما نكدبش. بيعرفوا يضربوا استقرار نادي الزمالك بشكل او باخر بقى. طيب، ممكن تلاقي مثلا اعلامي مثلا جايب مثلا لعيبه ويقول لك اصل الزمالك شغال عليها والزمالك خلصها، وهوب فجاه تلاقيه في النادي الاهلي، فتبدا انت تقلب على الاداره وتقول دي اداره ضعيفه، لا دول مش عارفين يخلصوا صفقات، ده مش عارفين يقنعوا اللعيبه. فيبدا من هنا الحوارات ويبدا من هنا المشاكل. ممكن يجيب لك عرض لاحمد سيد زيزو مثلا، ويبداوا بقى كله يتناولوا، واحمد سيد زيزو ماشي، واحمد سيد زيزو هيتباع، وحاجات كتير هتبدا تسمعها. ليه؟ عشان الجمهور يقلب على احمد سيد زيزو، ويقول لك مثلا ده عايز يمشي ويسيبنا، فتبدا تشتم في زيزو، فزيزو يبدا يقلب على الجمهور، وتبدا الحوارات. هم حريفه في ده، وده بيحصل دلوقتي وهيفضل مستمر وهيبقى بشكل اقوى. عشان كده بقول لكم خدوا بالكم خدوا بالكم خدوا بالكم. طيب، خلاص زي ما احنا بنقول كده القيد على وشك الانتهاء، والمفروض ان ايام ان شاء الله والقيد يتفتح. يبقى نتكلم بقى في الصفقات بقى، ونجيب لعيبه بقى بقيمه نادي الزمالك بقى، ونرجع نفكر مين يجي ومين يمشي والكلام الحلو ده اللي احنا كنا نسيناه. طيب يا سيدي، بص يا سيدي، اللعيبه في نادي الزمالك بتتقسم لاكتر من جزء. في لعيبه المفروض ان عقودها على وشك الانتهاء والنادي هيفكر في تجديدها او لا. طيب، عندنا لعيبه تاني راحلين عن نادي الزمالك، خلاص هم هيمشوا. وعندنا لعيبه تاني قادمين لنادي الزمالك او الصفقات. طيب، خلينا نبدا بتجديد العقود او اللعيبه اللي عقودها على وشك الانتهاء. مين هم الاول؟ عندك طبعا اهمهم محمد عواد حارس المرمى. مهم جدا 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 طبعا التجديد لمحمد عواد، لان هو دلوقتي الحارس الاساسي، وتقريبا تقدر تقول فعليا ما فيش غيره. فمن المهم جدا محمد عواد، فاهمهم محمد عواد. عندك كمان محمد صبحي، وده ليه حكايه هحكيها لكم دلوقتي. وعندك كمان شيكابالا وشيفو عبد الشافي. وعندك كمان رؤى ومحمود علاء وعبد الغني، وغير طبعا احمد فتوح، بس ده خلاص تم تجديده. طيب،
محمد عواد المفروض ان حصل جلسه بينه وبين مجلس الاداره، والمفروض ان هم يعني في اتفاقات متقدمه، بس محمد عواد طبعا كان جاله عرض سعودي اسف، والعرض ده المفروض ان هو ما كانش كبير قوي، لكن اكيد ماليا اي عرض هيجي بالسعوديه اكيد هيبقى اعلى من العروض اللي هيقدمها نادي الزمالك. لكن عواد من المفترض انه شاري نادي الزمالك وعايز يبقى في نادي الزمالك، وعواد اصلا فكره اهم حاجه بالنسبه له في التجديد او ان هو يروح اي مكان ان هو يلعب، اهم حاجه انه يفضل في الملعب، وده اعتقد ان هو حاصل دلوقتي. فان شاء الله في خلال ايام اداره نادي الزمالك تقدر ان هي تقنع عواد وتجدد لعواد. نيجي لمحمد صبحي وحكايه محمد صبحي لما كان عندنا جنش وابو جبل وعواد، الزمالك طبعا ما كانش في احتياج ليه قوي، فكان بيطلعوا اعراض. فالفتره اللي كان فيها في فاركو كان يعني بيجيد اللعب هناك او اجاد شويه هناك، فالنادي الاهلي اتكلموا معاه، بس طبعا مش النادي الاهلي رسمي يعني، بس حبايب الاهلي كتير طبعا يعني. فكان في كلام ما بين الاهلي ومحمد صبحي، والمفروض ان هو كان عقده قرب يخلص، بس طبعا كان فاضل فيه تقريبا سنه ونص حاجه كده يعني. واتفقوا معاه ان انت لما تخلص نتفق ونقعد ونشوف انت عايز ايه واحنا عايزين ايه، ويبداوا يعني يخلصوا معاه. فلاجل حظه كمان ابو جبل مشي وجنش مشي وجي هو وبقى بيلعب اساسي، دي مشيت معاه يعني فاهم. فبدأ الدنيا تمشي معاه لحد طبعا ما سوء المستوى اللي كان فيه طبعا في الفترة اللي فاتت اللي احنا شفناها، وكمان المشكلة اللي حصلت الأخيرة وتأديب نادي الزمالك ليه وابتعاده عن المشاركة، حاجات كتير قوي، فطبعا قللت من قيمة محمد صبحي لما أمير مرتضى عرض عليه التجديد قعد يماطل ساعتها. يعني أمير مرتضى لما كان متواجد عرض عليه التجديد وهو قعد يماطل وطلب ارقام طبعا مبالغ فيها. دلوقتي الزمالك عرض عليه التجديد، والزمالك على فكره بيسعى لتجديد محمد صبحي، عشان بس ما حدش يفتكر ان هم عايزين يمشوه والكلام ده. الزمالك بيسعى دلوقتي لتجديد محمد صبحي. طيب محمد صبحي بيماطل للمره الثانيه واجل الموضوع لبعد افريقيا، رغم ان هو ابدى موافقته، يعني قال ان هو عايز يقعد في نادي الزمالك، لكن خلاها بعد افريقيا. طب ليه؟ هل بيدور على العرض؟ هل مستني حاجه معينه؟ الله اعلم. يمكن يكون مثلا فاكر ان هو ممكن يشارك في افريقيا فالموضوع يتغير، نادي يشوفه اي حاجه، وطبعا ده شيء مستحيل انا من وجهه نظري، يعني اقرب للمستحيل ان هو يلعب في افريقيا، يلعب على الشناوي، يعني الموضوع صعب، لكن ممكن ده فكره. لكن ده اللي حاصل، إدارة الزمالك بتسعى لتجديده، وده مش معناه ان هو لازم يكون مكمل، لا، ممكن ادخله في صفقة، ممكن ابيعه واكسب فيه حاجات كتير، وانا شايف ان ده الصح. انا قلت قبل كده ان احنا ما نخسرش حد، حتى لو هيمشي ما اخسره ليه؟ وممكن نكسب فيه كمان. فده محمد صبحي. عندنا بعد كده شيكا وشيفو، والاتنين الاداره بتتعامل معاهم ان دول رموز لنادي الزمالك، وان دول قيمه في نادي الزمالك. وطبعا دور شيكابالا باين وواضح، وشيكابالا دوره كبير في الفرقه، يعني كابتن نادي الزمالك ودوره كبير داخل الفرقه. وعبد الشافي من اوفى الناس اللي جت في كره القدم عبر التاريخ، يعني من اوفى الناس بجد، يعني مش في الزمالك بس ولا في مصر بس، الراجل بيثبت يوم بعد التاني ان هو من اوفى الناس اللي لعبت كوره بامانه، ومن اكتر الاخلاق اللي شفتها بتلعب في نادي الزمالك. والمفروض ان الاداره سايبه لهم كل حاجه، شوف انت عايز تاخد كام، وشوف انت عايز تخلي العقد مدته قد ايه، اللي انت شايفه اعمله، ووقت ما تحب تعتزل اعتزل براحتك خالص. يعني الاداره شايفه زي ما بقول لك ان دول رموز، فما بتحطلهمش اي شروط. لكن عبد الشافي قال ان هو اخر الموسم يحدد، لان هو ما كانش عايز يجدد، وانتوا عارفين اصلا عبد الشافي المفروض ان هو كان اعتزل ورجع تاني عشان خاطر نادي الزمالك وخاطر ان ما كانش فيه باك والكلام ده كله. فقال ان هو في اخر الموسم ممكن يقرر هو هيعمل ايه ويشوف هيعمل ايه. عندنا بعد كده يوسف اوباما برضو الاداره شغاله ان يوسف اوباما ابن النادي،
فهم بيشوفوا ان ده برضه ليه الاولويه، فهيبداوا ان هم برضه يخلصوا معاه ويشوفوا طلباته ايه ويبداوا يظبطوا معاه الدنيا، طبعا في حدود الامكانيات. ولازم نحط دي دايما في دماغنا، في حدود الامكانيات. يبقى عبد الغني ورؤى ومحمود علاء، والثلاثه مش هيكونوا متواجدين في نادي الزمالك الفتره الجايه. اول واحد عبد الغني خلاص هو تقريبا الصفقه تمت. وبالمناسبه يعني حابب اقول للناس اللي كانت معترضه على الرقم اللي جه في محمد عبد الغني، محمد عبد الغني لاعب باقي في عقده 6 شهور. 6 شهور يعني هو اصلا من حقه يمضي في اي نادي تاني. ولاعب الفتره الاخيره مستواه كان يعني عايز اقول لك تقريبا كل ماتش بيجي جول بسببه، فيعني انت كويس قوي دي يجي فيه تقريبا 6 مليون باين، فيعني كويس قوي. انا شايف ان ده كويس قوي. بتعترض على ايه وبنتكلم في ايه؟ بصراحه انا بتكلم بمنتهى الصراحه. طيب محمود علاء المفروض ان هو اللي مش حابب، خلاص هو تعب، يعني هو مش شايف نفسه في نادي الزمالك خلاص. فالاداره بتتكلم معاه ان هو طبعا ليه مستحقات متاخره، فبيتكلموا معاه ان جزء وجزء اتنزل عن جزء واحنا نشوف لك عرض كويس. وفي الاغلب على فكره هو احتمال كبير يكون صفقه تبادليه في بيراميدز، غالبا يعني غالبا هيكون صفقه تبادليه في بيراميدز. طيب اخر واحد هو رؤى لحد دلوقتي لسه الاداره بتحاول تسوقه. طيب لو استمر الموضوع لاخر الموسم هيتم الاستغناء عنه رسميا. نيجي بقى للراحلين عن نادي الزمالك، واهم ما فيهم هم الاجانب طبعا اللي بيكلفوك بالدولار، اللي ما بيدكش قيمه اللي هم بياخدوه. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. عندك طبعا سامسون وعندك طضاي، الاتنين الزمالك بيحاول يسوقهم باي شكل بيحاولوا يخلصوا، لان هم بياخدوا ارقام مرتبات كبيره، فعبء على النادي، حمل. فاخلص منه احسن ما هو قاعد وانا ما بستفادش بيه. فلوسه دي انا ممكن حتى لو مش هجيب بيه حد تاني بس اوفرها، عبء. والزمالك طبعا يعني انتوا طبعا فاهمين الازمات الماليه، مش ازمات ماليه، فطبعا زي ما بيقولوا المشرحه مش ناقصه قتله. فالزمالك بيحاول يسوقهم او يخلص منهم حتى لو بمرتباتهم، يعني حد ياخدهم ويدفع مرتباتهم بس مش عايزين فلوس، بس شيل العبء ده من عليا يعني. طيب نيجي بقى لناصر منسي، اللي برضه ناس كتير اعترضت وناس كتير قالت لك ده عبد الحليم علي اللي جاي طب هي بالعقل، انا دلوقتي انت مش عايز نبيع زيزو، مش عايز نبيع مش عارف، طب اعمل ايه؟ ما هو انا النهارده لازم يكون عندي فلوس ادفع للعيبه مستحقاتها. فانا النهارده لما يجي لي مثلا من ناصر منسي مثلا ايا كان 20 مليون 15 مليون ايا كان الرقم، هدفع للعيبه مستحقاتها امشي الدنيا. وبعدين ناصر منسي معلش انا اسف، هو اصلا ما كانش بيلعب اساسي، يعني هو مش اساسي. عرفت منين ان هو عبد الحليم علي؟ يعني هو الراجل مجتهد وكل حاجه، بس انا نفسي شايفه بصراحه مش مهاجم نادي الزمالك مع كامل الاحترام ليه، وهو كان مكسر الدنيا، بس انا بتكلم في الواقع، انا مش شايفه مهاجم نادي الزمالك. طيب في ناس هتقول لي هم دول بس اللي ماشيين، هقول لك لا، نادي الزمالك بيحاول يخلص من كل الاعباء اللي موجوده داخل نادي الزمالك ومش هيستفاد بيها. لكن هل مثلا هو هياخد كل اللعيبه ويمشيها مره واحده؟ لا طبعا، مستحيل يعمل كده. ما انا عايز اسوق، عايز اكسب منهم فلوس، غير ان انا هجيب 50 لعيب. لا طبعا برضو، ما انا النهارده مش هقدر اجيب كل دول برضو. فهي شويه بشويه، هو احلال وتجديد، مش هشيل كل الناس واجيب ناس تانية، مستحيل، يعني ده مستحيل يحصل. لكن ممكن على اخر الموسم يحصل كده، بس واحده واحده. وفي ناس تانية اتقال عنها كلام لكن مفيش حاجه رسميه، يعني انا مش عايز اقول اسامي، لكن في ناس اتقالت على السوشيال ميديا ان في ناس ماشيه وناس جالها الكلام ده. لحد دلوقتي مفيش حاجه رسميه غير اللي انا قلته لك ده، بس هو اللي من داخل نادي الزمالك. طيب دول اللي عقودهم انتهت ودول الراحلين، يبقى ايه؟ الصفقات. بص بقى، اسامي كتير بتتقال وكلام كتير بيتقال، اللي انا هقوله لك ده هم اقرب القريب جدا من نادي الزمالك، اقرب ناس لنادي الزمالك. طيب مين هم؟ فيهم ناس تقريبا خلصت او تقريبا خلاص موجوده، يبقى بس فك القيد ويبدا تأييدهم ويبدا الاعلان عنهم، وفي ناس شغالين عليهم. طيب اقرب الناس مين؟ محمود صابر لاعب بيراميدز، هو
واحمد سامي المدافع. احمد سامي بتاع بيراميدز المفروض ان نادي الزمالك شغال على ده الصفقه دي، وتقريبا هيودي محمود علاء. كان نادي بيراميدز برضو متكلم في لعيبه تانية، بس حتى الان لسه ما استقروش مين اللي هيروح. بس في الاغلب محمود صابر واحمد سامي داخل نادي الزمالك في يناير. عندنا بعد كده احمد حمدي اللي هو دلوقتي بيلعب في الدوري الكندي، وهو لاعب الاهلي السابق. طبعا هو من ناشئين النادي الاهلي، لكن هو دلوقتي تقريبا في الدوري الكندي، والمفروض ان هو قريب جدا من نادي الزمالك، والمفروض ان اتفقوا معاه وتقريبا خلصوا كل حاجه. هو بس كان عنده شويه مخاوف ان الزمالك قصه الازمات وقصه ان الفلوس والماديات بتتاخر شويه، فهو طبعا اكيد ملوش علاقه بالكلام ده، فهو بدا يقلق شويه. فالمفروض ان هم اتفقوا معاه يعني كارقام وماديات وكده، هم اتفقوا معاه، لكن زي ما بقول لك هو عنده بس شويه مخاوف، هي دي اللي بيفكر فيها. ومن المفروض ان هو ان شاء الله احتماليه وجوده في يناير كبيره جدا. من الناس القريبه جدا برضو هو ناصر ماهر عنده رغبه قويه للعب للزمالك، عنده رغبه قويه جدا، يعني هو اللي بيطلب وهو اللي شغال على ده، هو اللي بيطلب من نادي الزمالك وهو اللي شغال ان هو عايز يجي في يناير. الفكره في ايه؟ الفكره طبعا ان نادي الزمالك بيحسبها ان النهارده انا عايز لعيبه تيجي تلعب معايا برضو في الكونفدراليه، فطبعا ناصر ماهر شارك مع فيوتشر، فطبعا ممكن يبقى صعب ان نادي الزمالك يجيبه ويدفع فيه فلوس، لكن نادي الزمالك بيفكر برضو ان اللاعب شريك واللاعب كويس واحنا محتاجينه برضو، ما احنا عندنا كاس وعندنا دوري وعندنا بطولات تانية، مش شرط كل حاجه كونفدراليه. لكن ناصر ماهر قريب من نادي الزمالك، لان زي ما بقول لكم ده هو اللي بيسعى له، يعني هو اللي بيدور ان هو يروح نادي الزمالك. عندنا بعد كده هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، ومن المفترض ان نادي الزمالك كان اتكلم معاه قبل كده، لكن موضوع طبعا القيد قفل الموضوع واثر على انتقاله للنادي الزمالك، طبعا لانه هيجدد، يعني هيجي ازاي؟ ما هو خلاص ما فيش قيد. فمن المفترض ان هو كان قريب من نادي الزمالك قبل كده، فنادي الزمالك جدد الكلام في انتقاله لنادي الزمالك، لكن يبقى الاتحاد السكندري. انا قلت لكم دلوقتي الشروط، اي حد هيأفور في الارقام ويحط ارقام خزعبليه مش خلاص مش هنفكر فيه. فدلوقتي الكلام مع الاتحاد السكندري، لكن هو برضو من الناس القريبه جدا، لان زي ما بقول لكم هو كان تقريبا مخلص كل حاجه قبل قفل القيد في المره الاولانيه. عندنا بعد كده بقى في طلائع الجيش محمد شحاته وعبد الرحمن شيكا، والاثنين المفروض ان نادي الزمالك شغال عليهم، والمفروض ان هم قريبين قوي، وغالبا هيروحوا برضو بصفقات تبادليه. خد بالك ده اسلوب نادي الزمالك اللي جاي، يعني انا النهارده اللعيبه عشان كده هو بيجدد للعيبه، عشان كده اي لعيب انت ممكن تفكر مثلا ان هو بيجدد له عشان يقعد، لا مش شرط، هو بس لازم يبقى عنده برضو لعيبه، واللعيبه دي بتبقى متواجده عندك، فانت تقدر تتفاوض معاها بارقام مش لازم تبقى كبيره. بعكس طبعا لما تروح تجيب لعيب وتجيبه من النادي وتدفع للنادي وتدفع له هو، بيبقى الرقم اكبر شويه. فزي ما بقول لك كده اللعيبه دي قريبه جدا ان نادي الزمالك يدخلهم في صفقه انتقاليه وياخدهم من طلائع الجيش. عندنا بعد كده اوفا مهاجم انبي، واللي برضو الزمالك كان شغال عليه بشكل كبير وكان بيفكر فيه في انتقالات يناير، لكن زي ما بقول لكم انبي بيحط ارقام، لان هو برضو في الاول وفي الاخر هو بيزنس. يعني انا النهارده عايز اكسب من اي لعيب عندي، ما ده برضو بتجيلي فرصه ان انا النهارده لعيب من عندي يطلع للاهلي او يطلع للزمالك، فدي فرصه، فلازم النهارده احط ارقام واكسب منه واحط ارقام بقى، يعني فاهم؟ فده اللي بيخلي الزمالك يفكر ان هو يبتعد عن الصفقه. لكن لحد دلوقتي اوفا داخل الحسابات، وممكن جدا تشوفه في يناير ان شاء الله داخل نادي الزمالك. في كمان محمد شكري، انا كنت كلمتكم قبل كده ان هو قريب من نادي الزمالك، لكن قلت لكم ان سيراميكا طلب فيه 50 مليون، يعني ده رقم كبير جدا. فنادي الزمالك كان صرف نظر عن الصفقه، لكن رجعت تاني المفاوضات ورجع تاني الكلام. فمن المحتمل ان انت تشوف محمد شكري داخل نادي الزمالك. ليه؟ لان نادي الزمالك خد بالك كان محتاجه، يعني نادي الزمالك محتاج شكري، لعيب
قوي ولعيب محترم ولعيب في حتته شاطر قوي. غير كده ان نادي الزمالك عايز يدخل فتوح في نص الملعب في الفتره اللي جايه، فده ممكن يكون مخلي نادي الزمالك يفكر فيه بشكل قوي. لكن طبعا المبالغه زي ما قلت لكم في الارقام هتخلي نادي الزمالك يبعد عن اي حد هيأفور في الارقام. اخر اتنين بقى هتكلم عنهم هما إليو بادجي مهاجم الاهلي السابق واللي بيلعب دلوقتي في الدوري الفرنسي، وكلام كتير اتقال انه جاي نادي الزمالك، وانا بقول لك انه صعب قوي يجي نادي الزمالك. ليه؟ لعده اسباب. اولا لفلوسه. انت هتدفع دلوقتي للنادي الفرنسي، هتدفع رقم وده هيجي بالدولار، ونادي الزمالك اصلا عنده ازمه في الدولار عشان يحل ازمته، ولسه عنده مدرب اجنبي هيجيبه وهيبقى محتاج بالدولار. فانا شايف انه من الصعب جدا ان بادجي يكون موجود في نادي الزمالك على الاقل في يناير، يعني على الاقل في يناير بعد الفلوس اللي بتدفع دي كلها واللي هتدفع. فاعتقد ان الموضوع هيبقى صعب، اعتقد ان ده مش حقيقي. نيجي بعد كده بقى لاخر واحد، وهو طلعت اخبار ان عبد الله السعيد في نادي الزمالك في يناير. والحقيقه بصراحه ربنا انا ما عنديش معلومه اذا كان الكلام صح او الكلام غلط عشان اكون صريح معاكم، لكن انا احساسي بيقول لي ان ده سم في عسل. يعني ايه سم في عسل؟ انا النهارده منقي لعيب كان في نادي الاهلي ولعيب كبير في السن، تمام، ولعيب اكيد لو جه هياخد رقم كبير، وفي نفس الوقت هو لعيب كويس ولعيب كان طول عمره في منتخب مصر، يعني لعيب كويس. عبد الله السعيد طبعا لا غبار عليه يعني. لكن صفقه ادفع فيها فلوس ممكن تقلب جماهير نادي الزمالك او تخلي جماهير الزمالك ينقسم. ناس تقول لك لا يا عم ده خلاص شطب، ده جاي يشطب عندنا احنا هنجيبه عشان نغيظ الاهلي، لا دي ملهاش لازمه. وناس تقول لك لا ده جميل قوي، فتبدا الانقسامات ويبدا الحديث ويبدا الكلام. لكن في الاخر ممكن ما يكونش فيه عبد الله السعيد. ده اللي انا الرساله اللي قلتها لكم في اول الفيديو. فعشان كده انا بقول لك مش كل الكلام اللي بيتقال لازم تاخد عليه يعني. شوف في الاخر اللي هيحصل، ما تنفعلش وما تصرش على كلام بيتقال. في الاخر انت ليك من اللي بيطلع من نادي الزمالك فقط والمتحدث الرسمي بتاع نادي الزمالك فقط. غير كده كلها اجتهادات، وغير كده كلها معلومات بتطلع، لكن انت في الاخر ليك باللي بيطلع من نادي الزمالك رسمي. سلام.